القانون تاع الهجرة في فرنسا متناقض. أنا دوك نعطيكم القراءة تاعي، أنا باسكو قريت القانون في الجزائر في فرنسا، مارستو في الجزائر ومارستو في فرنسا. نقول لكم باللي كاين تناقض، منها انه مثلا واحد راهو بدون وثائق. كيفاش انسان راهو بدون وثائق في فرنسا دير له قانون تقول له نتايا كي يكون عندك ملف وتكونه تجيبو تحطو عند لا بريفكتور، وحنا نقدروا نعطوك نسويو لك الوضعيه تاعك، نديروك لا ريغولاريزاسيون. في المقابل تقول له لو كان نحكموك في الطريق نديروا لك اون اموند. هذا تناقض. لازم تعرفوا باللي كي يكون متناقض يقدر تكون كاينه رقابه من عند المجلس الدستوري. المجلس الدستوري شكون هو؟ هو اللي يراقب القوانين كي تجوز على البرلمان في غرفته. يعني كاين توتين بروسيدور اللي يجوز عليها القانون قبل ما يخرج في الجورنال اوفيسيال، ومن بعد هذا المجلس الدستوري لو كان تكون كاينه كيو سي بي، ان شاء الله تكون كاينه كيو سي بي، ولو كان يرفضوه القانون كامل يترفض. وهذا المجلس الدستوري لازم تعرفوا باللي هو كيراقب يسو باز على الدستور، والدستور والقوانين يكونوا على شكل هرم. قمة تاع الهرم هو الدستور. كل القوانين اللي تخالف الدستور تكون مرفوضة، وشكون يرفضها؟ هو المجلس الدستوري. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم. سلام.